الإحجام الكبيرة هزت كياني بصراحة. أول ما شفت الحاجات الكبيرة أنا أتكنت أتعوز عارفين يا جماعه أنا محرومه قوي ومحتاجه قوي ونفسي أعيش حياتي ونفسي أدلع عايزه حد يدلعني قوي أنا بعشق الرجالة قوي يا حبوئيبي الرجالة دول عسل الحياة والدنيا دول نعمه كبيره من ربنا علينا إحنا ما نقدرش نعيش من غيرهم خصوصا للي عندهم حاجات كبيره ومليانين خير بحبكم قوي قوي. أول ما شارفني ما صدقش نفسه الأقيه كل الحاجات الملبن والعسل ديده أنت عليك تفاح رمان ما حلوش ولقيت عنده الحاجات بدأت تبقى كبيره قوي بصراحة أحجام كانت خيليه عجبتني قوي أنا عندي 49 سنه بس إنما إيه قشطه جسم جنب قوي أعجب أي حد وعلى عود ما حصلش والتفاح ورا حاجة كبيره جدا طري قوي ملبن بيتهز بوحده أما الرنان فوق حاجه مشدودة حاجة تفتح النفس أنا أرمله من 9 سنين عطشانه موت ونفسي حد يرويني أنا فعلا محتاجة فيال محتاجة حد يحتويني أنا عايشه بوحدي الوحدة صعبه يا أحلى رجاله وأطعم رجاله في الدنيا كلها البلكونة بتاعتي باضت وجبت حدات عشين يصلحها لي راجل طوط طويل جدا يا جماعه اسمه كبير وعليه شويه إمكانيات ما حلوش بصراحة المسائل اللي عنده كانت واقفه قوي وهو مطلق هو بنفسه قال لك كانت محتاجة حداد ضروري فسالت عندنا في المنطقة ناس كتير دلتني على الشخص ده كان اسمه مصطفى زي ما قلت لكم هو مطلق وعايش لوحده ووظيفته الحداده بصراحة سالت عنه قلته رحت له المحل بتاعه عنده محل مشهور جدا قلت له أنا عندي مشكله وعايزاك تصلحها لي قال لي خاصه بالحداد قلت له خاصه بالحداده بلكونه وشبابيك يعني عندي كمان شباكين جوه في ألضه بتاعتي عايزك تصلحها لي حديد وكده قال لي تمام فين الشقة بتاعتك قلت له قريبه على فكره من المحل بتاعك قل عيوني ليك حاضر ديو فعلا يعني لسانه حلو لسان كويس بس بصراحة يا جماعه بصراحة اللي حصل لما جاء معي الشق ما كنتش متوقعه أبدا 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 خصوصا لبس الشغل بتاعه اللي كان لابسه كان موضح كل حاجة بصراحة الحاجات كانت كبيرة جدا جدا اسمعوا القصة للنهاية علشان فعلا القصة دي جامده قوي يا جامدين يا حلوين أنتم يا مسكرين يا طعمين يا أحلى متابعين عارفين يا جماعه والله أنا بحبكم قوي بعشقك وعش خصوصا اللي بيكمل القصة للنهاية أو حتى بيسمع نصها أنا بحبكم كلكم يا حبأ قلبي وربنا يخليكم لي والمهم بعدما دخل الشقة أول ما دخلها يا جماعه قال لي على فكره شقتك جامده قوي قال لي وأن جامده قلت له ميرسي قوي لك ده بس من ذوقك زي ما قلت لكم هو كان لسانه حلو قوي وديت لي البلكونة وديت لي الشبابيك قال لي أنا أروع اشتغل لك فيهم قلت له لا بعد إذنك ما تشتغلش فيهم ولا تعمل أي حاجه هعمل لك كوباية شاي الأول وتضبط دماغك وتروق نفسك وبعدين نشتغل قال لي بكرم منك قلت له معقولة أنا عيوني للناس الحلوة اللي زيك وفعلا دخلت جوه المطبخ جبت له حته بتفوفي يعني كيكه من الثلاجة بتاعتي وعملت له كوباي شاي مضبوط حلوه كده تفتح النفس وتضبط معا الدماغ لازم الواحد يعني الواحد يكون عنده إحساس وأنا واحده عندي إحساس لازم يعني احترام الناس وتقديرهم وحتى لو قالت لهم كلمه حلوه بجد بتسيب أثر فيون حتى الحداد ده اشتغل بدمير بعد كده المهم يعني فيه مثل بيقول إذ بألف بتستحي العين أنا ما عملتش كده عشيني قطع من ألف عشيني تستحل العين لا بس الذوقين من باب الذوق عملت كده المهم بعدما سويت الشاي وديته له قدمته له على صينية يعني شرب الشاي قال لي على فكره تسلم إيديك الشاي زي العسل وأكل الطفور طبعا هو راجل وصراح أكل بيت فور كده هواننا وكده كانت بصي عليه وبتكلم معاده وبحكي معاده وهو بينكل كادهم وبيشرب كوبايه الشاي حاجة عظمه إحساس جميل ما فيش أجمل من إحساس أنك تكون متجوز معاكك واحده ست في حياتك وفي شفتك تنس وحدتك تطبخ لك تسر مع بعض تخرجوا مع بعض تأكلوا مع
بعض انسوا وحده بعض فعلا الحياة جميله الحياة جميله بوجود حد أنت بتحبه حد يشاركك حياتك لأن الوحدة أصعب إحساس في الدنيا كلها بعدما خلص وريت له الشغل يعني المفروض هو يشتغله وفعلا بدأ يشتغل في الشبيك اللي جوه في البلكونة اشتغل الأول في البلكونة أول ما أحط النوم جوه طبعا الشبابيك بتاعتي كانت في أرضه كان في شباك في صالة والشباك فوض النوم أول ما راح وطى النوم بصراحة يا جماعه حصل موقف غريب جدا جدا أنا نفسي كانت مستغربه قوي أهوى كده ماسك الشباك وعمال يضبط فيه ولا يعني بصراحة لفت النظر تحت يعني بدأت تظهر حاجات وفريب جدا 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 كانت حلوه قوي وجميله قوي بصراحة على الشانة أكون صريحه معركمق اتجننت بعدما شفتها أنا عايشه لوحدي والموضوع ده يهمني جدا أنا كل إحساس ونفسي في الموضوع ده غصب عني أنا محتاجة فعلا وبصراحه أول يعني ما شفت الحاجات دي سألته أنت متجوز قال لي إيه أنا مطلق قلت له معقولة كل الجمال والحلاوة والخير اللي فيك ده ومطلق حرام والله كل الحاجات الحلوة دي تندفن بالحياة قال لي قصدك على إيه قلت له أنت بتحب الصراحة ولا بنت عام قال لي بعشق الصراحة خليك الصريحة معي قلت له على فكره أنا عايشه لوحدي وجبت قفري خلاص ما بقتش قادره أعيش لوحدي قال لي يعني عايزه إيه تقصدي إيه قلت له على فكره يعني أنت فيك حاجة حلوه قوي أنا محتاجاها وعايزاها قال لي حاجة إيه قلت له عندك المسائل واقفه قوي قال لي مسائل قلت له مسائك قال لي تقصدي الله قلت له بالضبط كده اقصد قال لي على فكره أن جريئه قوي قلت له وحدتي خلتني بقي جريئه غصبا عني قال لي يعني أن عايزاه قلت له بس أن تخلص تصليح وهقول لك أنا عايزه إيه قال لي تمام حسيته كده ابتسم مبسوط وفرحان حسيت أن هو فعلا بكر بجد يعني بدأ يشتغل بضمير وبهم ونشاط قله على فكره أنا مش عايزه يتجوزك ولا عايزك تحبني ويستتعلم به أنا عايزاك بس كل ما احتاج لك تجيني تصلح لي الشباك وتصلح لي حاجه ثانيه قال لي بس كده عيوني لك المهم يا جماعه اتفقت ما عاده أن هو يجي يوم خميس بعدما أخلص الشباك وضبط الدنيا بعد كده مشي قلت له أنا عايزك ضرورية تجيني يوم الخميس ترول قال الخميس اللي جاء قلت له اليوم اللي صلع فيه الحاجات كان يوم 3 يعني فاضل يوم مين على يوم الخميس ويدي ويوم الخميس ده يا جماعه أنا حطه رقمه وضبطت معاده ويوم الخميس ده أنا ضبطت نفسي وعملت أحلى أكل من بار وكوارع وعملت حمامتين بالفريق على فكره الحمام اللي بالفريق ده مهم جدا ولبست أحلى حاجة عندي في الدولاب كان جميل وحلو بقصير شوه كده يعني بصراحة وحطيت برفن وضبطت نفسي وكنت مستعدة لحظه الجميلة وحلوه وفعلا جاني وخبط عليا قلت له أتفضل قلت له أنا عزماك أحلى عزومه في الدنيا كلها وبصراحه قال لي إيه كل الجمال والخير ده أنا شاكي كده هتجوزك قلت له مش عائزيك تتجوزني أنا عائزئك عن نعيش مع بعض كده أكل وضبط نفسه والذكر اعلف وبقي جاهز أنه يدي ويبقى في عطاء ما بينا زي ما بي أخذ بيدي واننا فضلت أهيا واضبط كل ده عشين اللحظة الحلوة والجميل اللي أنا مستنياها وبعد كده وقعت في المحظور وحصلت علاقة وبعد اللي حصل ده بقي مجنون بيا وصراح حول العلاقة دي الجواز والجوز لأنه ما قدرش يستغنى عني وفعلا عشنا مع بعض واتجوزنا وكانت أحلى وأجمل حياه عشناها مع بعض.